محمود أمين سليمان سفاح القرن العشرين المثقف، السفاح الذي أشاع الرعب في القاهرة. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. هناك مقولة للكاتب الأمريكي الشهير دوغلاس هورتون تقول: عندما تبحث عن الانتقام عليك أن تحفر قبرين، أحدهما سيكون لك أنت. وفي التراث الأسباني هناك مثل شهير يقول: لذة الانتقام لا تدوم إلا للحظة. البداية في لبنان، طفل سارق ثم شاب طائش. محمود أمين سليمان سفاح القرن العشرين المثقف، وتحديدا في مدينة طرابلس في لبنان. تبدأ القصة عندما قام الشاب الطموح أمين سليمان والد السفاح بالهجرة من بلدته بصعيد مصر، وتحديدا مركز أبو تشت محافظة قنا، إلى لبنان عام 1920 من أجل البحث عن مصدر رزق جديد. قام هناك بتأسيس شركة صغيرة لشحن البضائع، وقد استقر بمدينة طرابلس اللبنانية بجوار مقر شركته، وهناك تزوج ورزقه الله ب5 بنات و3 أولاد، منهم محمود بطل قصتنا اليوم. وفي مدينة طرابلس اللبنانية التحق محمود بإحدى المدارس الراقية، وكانت بداية عهد محمود بالسرقة في طفولته عندما كان يبلغ من العمر 7 سنوات، عندما قام بسرقة 4 ثمرات من الخيار. وعندما اكتشفت والدته السرقة قامت بمعاقبته. وفي واقعة أخرى قام محمود بسرقة 4 بنادق من مخزن أسلحة تابع لمعسكر الجيش البريطاني. تم القبض على محمود لأول مرة وهو طفل بسن 9 عندما التحق بعصابة متخصصة في سرقة منازل الأثرياء، وكان دوره أن يتسلق الأسوار العالية لرشاقته وخفة وزنه. ولكن الشرطة قامت بتسليم محمود لوالده لحداثة سنه. تكررت سرقات محمود حتى وصل إلى سن الشباب، وجاء اليوم الذي اشترك فيه مع عصابته في سرقة منزل الرئيس اللبناني السابق كميل شمعون، وقامت العصابة بقتل أحد حراس منزل الرئيس. وبعد هذه الحادثة تم إلقاء القبض على محمود، فشعر أمين سليمان بالخوف على مستقبل أسرته وأمواله في لبنان، فقام بتصفية أعماله وعاد مع أسرته إلى مسقط رأسه في صعيد مصر. وبعد فترة وجيزة قام محمود بالهرب من السجن في لبنان لبراعته في الهروب والتخفي. وعندما علم برجوع أسرته إلى مصر قام بحزم أمتعته وعاد متخفيا إلى مصر. وبعد عودة محمود إلى مصر توفي والده، فقام محمود ببيع نصيبه من أملاك والده واتجه إلى مدينة الإسكندرية، ومن هناك قام بجولة في عدة بلدان منها لبنان. ولا يعلم سوى الله ماذا فعل محمود في تلك الفترة الغامضة من حياته. وبعد حل وترحال استقر محمود في القاهرة وقام بتأسيس دار نشر بعد أن تعرف على 2 من الصحفيين، وكان يقدمانه للصحفيين والفنانين على أنه الدكتور محمود أمين سليمان الأستاذ الجامعي السابق، ويقولان عنه أنه استقال وافتتح دارا للنشر. وكان تأسيس دار النشر علامة فارقة في حياة محمود الإجرامية، فمن خلال إدارته لدار النشر دخل محمود في عالم الفن والسياسة، فتعرف على عمالقة ذلك الزمان مثل المطرب الشهير عبد الحليم حافظ والشاعر كامل الشناوي والصحفي مصطفى أمين. وقد عرف محمود وقتها كرجل مثقف ومرموق. وهنا يجب الإشارة إلى أن دار النشر كانت مجرد ستار لجرائم محمود، فكان من جهة يتقرب إلى رجال السلطة والفن، ومن جهة أخرى كان يختار ضحاياه من الفنانين والمشاهير دون أن يثير الشك. وبالفعل بدأ محمود في مسلسل سرقة المشاهير، فكانت البداية عندما اقتحم منزل أمير الشعراء أحمد شوقي وقام بسرقة تمثال لنخلة ذهبية أهداها له أمير البحرين بمناسبة حصوله على لقب أمير الشعراء. وبعد ذلك
قام بسرقة قصر المليونير سباهي باشا بالإسكندرية وفيلا كوكب الشرق أم كلثوم، كما سرق أيضا فيلا المليونير السكندري بولفار صاحب مصانع الغزل والنسيج. وبعد استقراره في القاهرة وتأسيسه لدار النشر، تزوج محمود لأول مرة من فتاة تدعى عواطف، وقد اكتشف لاحقا أنها ليست عذراء فطلقها. بعد ذلك شاهد محمود فتاة جميلة ومن أسرة فقيرة تدعى نوال عبد الرؤوف، وكانت ستتزوج قريبا من تاجر من مدينة الزقازيق، إلا أن محمود قام بإغراء أسرتها بمبالغ مالية كبيرة فوافقوا على زواج محمود من نوال. وفي يوم الزفاف علم محمود بتحرك الشرطة للقبض عليه، ولكنه كالعادة نجح في الهرب، وأمرت الشرطة أسرة نوال برفض زواج ابنتهم من هذا المجرم، إلى أن محمود عاد مرة أخرى وتزوج نوال بعد أن أغراها بالأموال والهدايا الباهظة وشقة مجهزة بأحدث المفروشات وقتها، وأصبحت نوال زوجته الثانية. وللمرة الثالثة أوقع محمود في شباكه سيدة أجنبية تعيش في مصر تدعى بيلا، وقد شاهدها محمود في مكتب أحد المحامين فظن أنها امرأة ثرية تملك الكثير من المال، ولكنه اكتشف لاحقا أنها سيدة فقيرة تبحث عن زوج ثري. ولاحقا اكتشفت بيلا زواج محمود من نوال فطلبت الطلاق، وقام محمود بتطليقها عندما اكتشف أنها لا تملك المال الذي يبحث عنه. وتم القبض على محمود في 58 قضية سرقة منازل، فأعطاه صديقه المحامي بدر الدين الذي كان يدافع عنه دائما في قضاياه وعدا بأن يساعده في الخروج من السجن. وفي السجن تسربت لمحمود أنباء عن علاقة غير شرعية بين زوجته نوال ومحاميه الخاص بدر الدين، كما عرف أن محاميه يتعمد تأخير إجراءات المحاكمة والبراءة حتى يخلو الجو له ولنوال، فغلى الدم في عروق محمود الذي قرر الهرب والانتقام من زوجته ومحاميه. وبالفعل نجح في الهرب من السجن لبراعته في الهروب والتنكر، وذهب لمنزل زوجته في الإسكندرية وحاول قتلها، لكن الرصاص أصاب شقيقة زوجته فقتلها. واحتاج محمود للمال فذهب لسرقة فيلا بولفار كما ذكرنا، وعندما اكتشفه أحد الخدم أطلق محمود الرصاص على الخادم وهو يتناول سحره. وبعد ذلك ذهب محمود لمنزل أحد معارف المحامي بدر الدين، فزعم الرجل بأنه يعرف مكان بدر الدين الذي يبحث عنه محمود، لكنه في الحقيقة حاول إلهاء محمود من أجل الاتصال بالشرطة، فأدرك محمود هذا الفخ وقام بالهروب من المنزل بعد أن قتل 2 من الخدم. منذ ذلك الحين أصبح محمود حديث الشارع المصري، فقامت الصحف اليومية بتخصيص مساحة خاصة بتحركات وجرائم السفاح. ومن المواقف الطريفة أنه في يوم من الأيام لم يقتل السفاح أحدا ولم يسرق، فحملت الصحف في اليوم التالي عنوان السفاح في أجازة بالأمس. ومنذ ذلك الحين أصبح محمود أول سفاح عمومي، فالسفاحين قبله كان محليين مثل سفاح قرموز سعد اسكندر وسفاح البدرشين وغيرهم. ومن الحوادث الشهيرة التي حدثت أن محمود اقتحم أحد المنازل بحي الدقي بمحافظة الجيزة، وعندما شاهد الفزع في عيون سيدة المنزل أخبرها أنه ليس سفاحا ومجرما كما تصفه الجرائد، وإنما هو مجرد رجل يريد الانتقام من زوجته الخائنة وعشيقها، وأن كل ما يحتاجه هو 100 جنيه يرسلها لأولاده. وعندما أخذ المبلغ الذي طلبه قام بسرقة مجوهرات قيمتها 3000 جنيه. ومع مطاردة الشرطة المستمرة للسفاح وحاجته للمال اللازم للهروب، انتشرت أخبار عن اتصال السفاح بعدد من مشاهير ذلك الزمان وتهديدهم بالقتل إن لم يعطوه المبالغ المطلوبة. ومن المشاهير الذي هددهم وقتها الفنانة تحية كاريوكا والفنانة مريم فخر الدين والفنانة ماجدة والفنان حسن فايق والمقرئ طه الفشني والمؤلف أبو السعود الإباري. ولكن اتضح لاحقا أن هذه الأخبار كاذبة، وأن من فعل ذلك هم بعض اللصوص المتطفلين الذي أرادوا إرهاب وابتزاز المشاهير. ولبراعته في التنكر نشرت الصحف صورا خيالية للسفاح في شخصيات عدة ومتنوعة،
مثل رجل عربي وامرأة ومتسول وضابط شرطة، وانتشر الهرج والمرج في أنحاء القاهرة ومصر كلها، واختلفت الآراء بين كاره للسفاح يراه قاتلا ويستحق العقاب، وبين مؤيد له يراه نصير المظلومين يأخذ من الغني ويعطي الفقير مثل روبن هود. وفي إبريل عام 1960 نشرت الشرطة المصرية في الصحف خبرا مضمونه أنه من يقبض على السفاح أو يساهم في القبض عليه يحصل على 1000 جنيه مصري، وكان مبلغ خيالي في تلك الأيام. وبعد أن وصل الخبر إلى السفاح قرر الهرب إلى مسقط رأسه، وبالفعل استوقف إحدى الشاحنات وطلب من سائقها أن يوصله إلى الصعيد، لكن السائق قال أنه متجه إلى مدينة الوسطى بمحافظة بني سويف. وفي الطريق اكتشف سائق الشاحنة أن من يركب بجانبه هو السفاح الذي أرعب مصر كلها، وبسرعة توقف السائق عند أقرب نقطة مرور وقال للسفاح إنه سينزل من السيارة ويعطي رخصة القيادة للضابط. ولكن السفاح بسرعة بديهية أدرك أن هذه حيلة من السائق لإبلاغ الضابط، ومن توتره نسى السائق المفتاح في الشاحنة، فأخذ السفاح الشاحنة واتجه بعيدا بعد أن أطلق الرصاص على رجال الشرطة وقتل أحدهم. وبعد 19 ساعة اهتدت قوات الشرطة إلى الشاحنة وكانت فارغة إلا من ملابس السفاح، والتي يبدو أنه استبدلها بملابس شخص آخر للتنكر. وقد نجحت الكلاب البوليسية هذه المرة في اقتفاء أثر السفاح الذي وجدته الشرطة مختبئا في إحدى مغارات جبل حلوان بمدينة جنوب القاهرة، واحتشد حوالي 10,000 شخص لمحاصرة السفاح في المغارة الضيقة، كان نصفهم من الشرطة ونصفهم من الأهالي. وحاولت الشرطة التفاوض مع السفاح إلى أنه اشترط أن تسلمه الشرطة زوجته نوال ليقتلها مقابل تسليم نفسه، فرفضت الشرطة ذلك الشرط وتم تبادل إطلاق الرصاص معه حتى أرادته قتيلا في يوم 10 من إبريل عام 1960، وتم دفنه في مقابر الصدقة بمنطقة زينهم بالقاهرة. ويبدو أن لعنة السفاح لم تنتهي بموته، فقد احتفلت الصحف بخبر مقتله في اليوم التالي، وكتبت صحيفة الأخبار عن الحادث بهذه الطريقة: مصرع السفاح عبد الناصر في باكستان. وفي الحقيقة أن الخبران منفصلان، وهو خبر مصرع السفاح وخبر زيارة الرئيس جمال عبد الناصر لباكستان، ولكن يبدو أن من كتب الخبر قد نسى أن يضع فواصل بين الخبرين. وبعد هذا الخطأ الجسيم قرر الرئيس جمال عبد الناصر تأميم الصحافة المصرية وجعلها تابعة للدولة بعد أن كانت صحافة أهلية. ولم تمر قصة السفاح محمود أمين سليمان وجرائمه على المؤلفين والكتاب مرور الكرام، فقد برزت قصة السفاح في أعمال أدبية وفنية كثيرة، منها فيلم الهروب من بطولة أحمد زكي وهي قصة مشابهة لقصة السفاح، وأيضا فيلم شامبو في المصيدة بطولة فؤاد المهندس، وقد تناول الفيلم قصة السفاح في قالب كوميدي، وكتاب سفاح مصر للكاتب محمود صلاح الذي تناول قصة السفاح بشيء من التفصيل، ورواية اللص والكلاب وهو من تأليف الأديب العالمي الفائز بجائزة نوبل نجيب محفوظ.